ايه اللي يخلي فلاح فلسطيني بسيط من قرية بالعين زي عماد برناط يشتري كاميرا فيديو؟ يمكن مجرد رغبة أب طبيعية عشان يصور ميلاد مولوده الرابع جبريل، لكن لما قريته تبدأ مقاومة سلمية ضد جدار الفصل العنصري اللي بيسرق أرضهم، الكاميرا دي بتتحول لسلاح بيوثق ضرب النار، اقتلاع أشجار الزيتون، اعتقال الأصحاب واستشهادهم، وحتى لحظات الفرح والصمود النادرة وسط القهر. كاميرا ورا كاميرا بتتكسر برصاص الجنود أو بقنابل الغاز. 5 كاميرات محطمة على مدار 5 سنين، لكن عماد بيكمل تصوير، لأن الكاميرا هنا بقت شاهد عيان وأداة للمقاومة وصوت القرية للعالم كله في فيلم المؤثر 5 كاميرات محطمة. قصة عماد برناط وكاميراته المكسورة يمكن هي أصدق تعبير على دور السينما في قلب الصراع العربي الإسرائيلي. هنا الكاميرا مش رفاهية، دي ضرورة للحياة والتوثيق. هي السلاح اللي بيواجه بيه الفلسطيني آلة ادعاءات ضخمة للاحتلال، وهي الأداة اللي بيحاول يحافظ بيها على روايته وذاكرته من التزوير والمحو. في الصراع ده الصورة ليها قوة السلاح وأكتر. المعركة على مين اللي بيحكي القصة ومين اللي بيوصلها للعالم ما تقلش عن المعركة على الأرض. مين البطل ومين الإرهابي، مين صاحب الأرض ومين المعتدي، مين الضحية ومين الجلاد. الإجابات على الأسئلة دي بتتغير طبعا على حسب مين اللي ماسك الكاميرا ومين اللي دفع فلوس الإنتاج. وهنا بيجي الدور الخطير للإنتاج والتمويل، لأن اللي بيدفع هو اللي بيحدد القصة اللي هنشوفها وإزاي هنشوفها. السينما الإسرائيلية بدأت تقريبا مع قيام الدولة نفسها، وطبعا كان طبيعي جدا ان الصراع يكون هو المحور الأساسي في كتير من أفلامها الأولى، وده غالبا بدعم أو تمويل من مؤسسات الدولة أو جهات مرتبطة بيها لبناء الرواية الوطنية. الأفلام الأولى كانت بتركز بشكل كبير على أسطورة التأسيس وبطولة الجندي الإسرائيلي. أفلام كانت بتقدم صورة مثالية لليهود اللي جايين يبنوا وطنهم في أرض الميعاد وبيواجهوا عدوان من العرب. الصورة دي كانت مهمة جدا لبناء الهوية الوطنية وتبرير قيام الدولة. الأفلام دي طبعا كانت بتقدم رواية أحادية الجانب بشكل كبير، ما كانش بيتم ذكر الفلسطينيين، ولو تم ذكرهم فبيظهروا غالبا كشخصيات نمطية، مجرد عقبة في طريق الحلم الصهيوني، أو كمجرد إرهابيين ومعتدين بدون قضية واضحة. مفيش أي ذكر تقريبا للنكبة أو لمعاناة الفلسطينيين اللي اتشردوا من بيوتهم وأراضيهم. التركيز دايما كان على معاناة اليهود في أوروبا والهولوكوست وحقهم التاريخي المزعوم في الأرض، وطبعا بطولة الجنود الإسرائيليين في حرب 48 اللي بيسموها حرب الاستقلال. استقلال عن إيه معرفش والله، هم اللي بيقولوا كده. ودي طبعا كانت بروباجندا واضحة اللي هي سينما الدعاية السياسية. الإنتاج والتمويل فيها كان موجه لخدمة أهداف سياسية محددة أكتر منها فن بيقدم رؤية متوازنة أو نقدية. بعد حرب 67 وحرب 73 أو حرب يوم الغفران زي ما هم بيسموها، بدأت تظهر نبرة مختلفة شوية في السينما الإسرائيلية. صحيح طبعا لسه في أفلام بتمجد الجيش، لكن برضو بدأت تظهر أفلام بتعكس القلق والشكوك والثمن اللي دفعوه في الحرب، حرب 73 تحديدا بصدمتها الأولية وخسائرها الكبيرة وفتحها لأسطورة الجيش الذي لا يقهر. الحرب دي تحديدا سابت أثر عميق في المجتمع الإسرائيلي، وده طبعا انعكس في أفلام وثائقية وروائية بتظهر اضطراب ما بعد الصدمة عند الجنود الإسرائيليين أو بتنتقد الأداء السياسي والعسكري. منهم فيلم كان بيحكي عن جنود مصريين تايهين في سيناء بعد حرب 67 وبيقدم لمحة إنسانية نادرة للطرف الآخر، وإن كان طبعا لسه من منظور إسرائيلي. كتر خيرك يا ابن الفترة دي اللي بدأ يظهر فيها أصوات نقدية داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، والسينما الإسرائيلية عكست ده ولكن بشكل محدود. بدأت بعض التساؤلات تظهر عن تكلفة الاحتلال النفسية والأخلاقية على الجنود وعلى المجتمع الإسرائيلي، لكن طبعا لسه تصوير الفلسطيني كآخر مختلف ومهدد هو الغالب. الأفلام اللي حاولت تقدم رؤية نقدية كانت غالبا بتمويل مستقل أو من جهات غير حكومية، وده طبعا بيوضح إزاي التمويل ممكن يفتح مساحة لأصوات مختلفة. في الألفينات شفنا تنوع أكبر. كان في مثلا مسلسل اسمه فوضى. المسلسل ده كان بيقدم صورة تعتبر مثيرة لوحدة المستعمرين الإسرائيلية وهي بتطارد المقاومين الفلسطينيين. المسلسل كان بيحاول يقدم لمحات إنسانية للجانبين طبعا من منظورهم، لكن في النهاية برضه بيصور الصراع من منظور إسرائيلي أمني بحت، وبيأكد على صورة الفلسطيني كإرهابي محتمل حتى لو ظهر الدافع أحيانا. من ناحية تانية كان في فيلم اسمه والتز ويز بشير، وده فيلم أنيميشن وثائقي قدم نقد ذاتي قوي جدا لمذابح صبرا وشتيلة في لبنان اللي عملها الجيش الإسرائيلي. الفيلم ده كان يعتبر صدمة بالنسبة لهم لأنه جاي من مخرج خدم في الجيش الإسرائيلي وقتها. وأفلام تانية حاولت تتعمق أكتر في حياة الفلسطينيين تحت تأثير الاحتلال الإسرائيلي وتحت تأثير السياسات الإسرائيلية زي جدار الفصل العنصري ومصادرة الأراضي على حياتهم اليومية، وإن كانت برضه بتتعمل من منظور إسرائيلي، وده كان بيأثر على طريقة عرض القصة عشان تناسب الجمهور الغربي أو شروط الممولين. السينما الإسرائيلية المعاصرة دلوقتي فيها تيارات مختلفة كلهم ولاد
تيار بيكمل في خط البروباجندا الامنيه، وتيار تاني غالبا بيكون اكتر نخبويه، بيكون موجه اكتر للمهرجانات الدوليه بتمويل مستقل او اوروبي، بيحاول يعني شويه يقدم نقد ذاتي او رؤيه معقده اكتر للصراع، واحيانا بالصدفه بيتعاطف مع الفلسطينيين. لكن طبعا من غير ما يتحدى بشكل جذري اسس الروايه الصهيونيه نفسها. الافلام دي بتركز اكتر على تاثير العنف على الجندي الاسرائيلي وصدمته النفسيه اكتر ما بتركز على الضحيه الفلسطينيه نفسها، ودايما في خط احمر مش بيتم تجاوزه بسهوله، وهو طبعا التشكيك في شرعيه قيام الدوله نفسها او الاعتراف الكامل بالنكبه ومسؤوليه اسرائيل عنها. السينما الاسرائيليه هي سينما بتعكس بشكل كبير هموم وقلق ومبررات المجتمع الاسرائيلي، بدات كاداه دعايه لبناء امه زائفه، ومع الوقت ظهرت فيها بعض الاصوات النقديه، لكنها لسه في الغالب بتقدم الصراع من منظور اسرائيلي زي ما قلنا، وبتلاقي صعوبه في رؤيه الفلسطيني كانسان زيه زيهم ليه حقوق وقضيه عادله. والانتاج طبعا بيلعب دور واضح في تحديد اي قصه من القصص دي اللي بيتم انتاجها وبيتم توزيعها بشكل اوسع. السينما العربيه وخصوصا المصريه والفلسطينيه واللبنانيه والسوريه تناولت طبعا الصراع بشكل مكثف، لكن طبعا من منظور مختلف تماما. وهنا برضو الانتاج لعب دور مهم في تشكيل الروايات دي. مصر طبعا بحكم دورها المحوري في الصراع انتجت افلام كتير عن الموضوع ده. بعد النكسه في 67 في افلام كتير جدا اتكلمت عن مراره الهزيمه والرغبه في الثأر واستعاده الكرامه. الافلام دي كانت بتركز على بطوله الجندي المصري وصموده، وبتصور الاسرائيلي كعدو غاشم ومتغطرس وابن 60. والانتاج هنا غالبا كان بيبقى بتمويل من الدوله او بتوجيه منها لرفع الروح المعنويه. فتره حرب 73 بقى السينما المصريه احتفت بيها بشكل كبير وكانت نقطه تحول. افلام استعرضت نصر اكتوبر وبطولات الجيش المصري وقدرته على تحقيق المستحيل. الافلام دي ركزت على التخطيط الدقيق والروح القتاليه العاليه والتضحيات والذكاء في مواجهه العدو، وقدمت صوره ايجابيه جدا للجندي المصري والمخابرات المصريه طبعا. وكتير من الافلام دي كانت بانتاج ضخم بالنسبه لوقتها، وكانت بتتعمل بدعم من القوات المسلحه، وده انعكس في تركيزها على عرض البطولات العسكريه والقصص اللي حصلت في الكواليس. وفي افلام مصريه برضو اتكلمت عن القضايا الفلسطينيه وعن مثلا الانتفاضه بشكل صريح. وطبعا الجزئين بتوع ملحمه باب الشمس الرحيل والعوده للمخرج يسري نصر الله اللي بيقدم بانوراما واسعه جدا للتاريخ الفلسطيني الحديث من اول النكبه مرورا باللجوء والمقاومه من خلال قصص حب وصراعات متشابكه. الفيلم ده يعتبر علامه مهمه جدا في السينما المصريه والعربيه في الافلام اللي بتتناول القضايا الفلسطينيه بعمق انساني وتاريخي كبير جدا. وفيلم ناجي العلي وهو فيلم مصري اتعرض سنه 92 بطوله نور الشريف واخراج عاطف الطيب، وبيحكي قصه حياه رسام الكاريكاتير الفلسطيني المشهور ناجي العلي. الفيلم بيحكي قصته من ايام ما كان طفل في قريته في فلسطين، واتشرد هو واهله بعد النكبه وراحوا عاشوا في لبنان، وهناك بدا يكتشف موهبته في الرسم وابتدى يرسم عن القضايا الفلسطينيه والظلم اللي بيحصل من الاحتلال ومن بعض الانظمه العربيه احيانا. لما كبر اشتغل في الصحافه في بيروت وكان بيرسم كاريكاتيرات قويه جدا وما كانتش بتعجب ناس كتير حتى من العرب ومن السلطه الفلسطينيه نفسها، وعشان كده كان دايما ملاحق ومهدد واتمنع من دخول بلاد كتير جدا. وفي الاخر راح عاش في لندن وتم اغتياله سنه 87 من الموساد الاسرائيلي. السينما المصريه قدمت الصراع بشكل متنوع من منظور مصري ومن منظور فلسطيني ومن منظور عربي عموما. اتكلمت عن الحروب المباشره والانجازات العسكريه، لكن برضه اتكلمت عن المواطن المصري او العربي او الفلسطيني. تصور الكيان الاسرائيلي دايما كان بيظهر في شكل عدو مطلق لحد برضه ظهور الافلام المستقله اللي كانت سواء بتعمل بتمويل مصري او بتمويل عربي مشترك، وقدمت حتى رؤيه معقده وعميقه اكتر عن الصراع. بالنسبه للسينما الفلسطينيه فرغم قله امكانياتها وصعوبه الانتاج في الاحتلال او في الشتات، فهي قدمت اعمال قويه جدا ومؤثره وبتعتبر صوت مباشر للمعاناه والمقاومه الفلسطينيه. وهنا بيظهر دور التمويل الدولي والمنح والمهرجانات والمؤسسات الثقافيه، وده يمكن حط قيود ضمنيه احيانا على طريقه تناول الموضوعات دي عشان تناسب الجمهور الغربي او شروط الممولين. في افلام تسجيليه وثائقيه كتير وثقت شهادات الناس من النكبه ووثقت الحياه اليوميه تحت الاحتلال وجدار الفصل العنصري. وفي فيلم زي الجنه الان لهاني ابو السعد اللي اثار جدل كبير جدا لانه تناول موضوع العمليات الاستشهاديه وقضيه الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي اللي بيتعرضوا للانتهاكات. القضيه دي برضو اتكلمت عنها السينما الفلسطينيه والعربيه، زي فيلم 3000 ليله للمخرجه مي المصري اللي بيحكي قصه معلمه فلسطينيه بتعتقل وبتولد ابنها جوه السجن الاسرائيلي، وده طبعا بيصور ظروف الاعتقال القاسيه والانتهاكات اللي الاسرى بيتعرضوا لها في السجون. الموضوع ده يعتبر جزء اساسي من تجربه الاحتلال اللي السينما الفلسطينيه بتحاول توثقه وتنقله للعالم. السينما الفلسطينيه هي سينما قضيه بامتياز هدفها الاساسي انها تحافظ على الذاكره وتوصل صوت الشعب الفلسطيني للعالم وتفضح ممارسات الاحتلال بما فيها الانتهاكات ضد الاسرى. الافلام دي بتركز على البعد الانساني والمعاناه اليوميه، الحواجز، الاعتقالات، هدم البيوت، مصادره الاراضي والقتل والحصار وظروف السجون الغير انسانيه والشعور بالقهر وفقدان الامل احيانا، لكن برضه بتصور الصمود والمقاومه باشكالها المختلفه مش بس العسكريه. التصوير الاسرائيلي في الافلام دي غالبا بيكون كجندي محتل او مستوطن عنيف او سجان او ممثل لسلطه قمعيه، والافلام دي نجحت انها توصل للعالم اكتر من
من السينما المصريه كمان في السنين الاخيره، واتعرضت وخدت جوائز كتير من مهرجانات عالميه، وده طبعا ساهم في نشر الروايه الفلسطينيه اكتر. والاعتماد على التمويل الخارجي ممكن يكون ساهم في وصول الافلام دي للعالميه، لكنه برضه اثر على بعض الخيارات الفنيه والسياسيه في انتاج الافلام. السينما اللبنانيه والسوريه كمان قدموا اعمال مهمه، وخصوصا عن الاجتياحات الاسرائيليه للبنان. وفي فيلم مثلا زي فيلم القضيه رقم 23 اللي اتكلم بشكل غير مباشر عن تاثير الحرب والوجود الفلسطيني في لبنان. السينما السوريه عرضت الصراع من منظور قومي عربي، وركزت على الجولان المحتل والقضيه الفلسطينيه. السينما العربيه هي سينما متنوعه، ولكن بيجمعها خط عام وهو دعم القضيه الفلسطينيه وتصوير اسرائيل كدوله احتلال ومعتدي. بشكل عام السينما العربيه قدمت الجانب الاخر للقصه، الجانب اللي السينما الاسرائيليه غالبا بتتجاهله او بتقدمه بشكل مشوه. وطبعا الانتاج والتمويل لعب دور في شكل ومضمون الرساله في كل مرحله وكل بلد. الصراع العربي الاسرائيلي برضه كان ماده خصبه للسينما العالميه، خصوصا الاوروبيه والامريكيه، لكن وجهات النظر بتاعتها مهما كانت مختلفه ومتنوعه فهي برضه بتكون متاثره بشكل كبير بمصادر التمويل والمصالح الاقتصاديه والسياسيه للدول المنتجه. في فتره الخمسينيات والستينيات كان في افلام كتير بتقدم صوره متعاطفه جدا مع اسرائيل كدوله ديمقراطيه صغيره بتحارب عشان وجودها في وسط محيط عربي معادي، خدتك في المعادي. الصوره دي طبعا كانت متاثره بشكل كبير بالدعايه الصهيونيه، واستغلت تعاطف الغرب مع اليهود بعد الهولوكوست. مع الوقت ابتدت تظهر افلام متوازنه اكتر بتركز على الجانب الانساني للصراع بعيدا عن السياسه المباشره. فيلم مثلا زي ميونخ لستيفن سبيلبرج اللي استعرض انتقام الموساد من منفذين عمليه ميونخ سنه 72. الفيلم حاول يطرح اسئله اخلاقيه عن العنف وعن العنف المضاد، لكنه برضه في النهايه اتبنى وجهه النظر الاسرائيليه بشكل كبير، وبرضه صور الفلسطينيين كارهابيين كالعاده. افلام تانية زي ذا جيت كيبرز انتاج 2012، وده فيلم وثائقي فيه مقابلات لرؤساء سابقين لجهاز الشباك الاسرائيلي، وقدم رؤيه نقديه لسياسات الاحتلال من جوه المؤسسه الامنيه الاسرائيليه نفسها، وده طبعا كان ليه تاثير كبير جدا. في افلام برضو عالميه وخصوصا من السينما الاوروبيه المستقله قدمت نظرة متعاطفة مع الفلسطينيين. فيلم زي شجرة الليمون انتاج 2008 او ليمون تري اللي بيحكي قصة أرملة فلسطينية بتدافع عن شجر الليمون بتاعها من جارها وزير الدفاع الإسرائيلي. السينما العالمية بتحاول تقدم نفسها كوسيط او مراقب محايد، لكن الحياد ده صعب جدا في صراع زي ده. كتير من الافلام دي حتى اللي بتحاول تكون انسانية بتقع في فخ تبسيط الصراع ومساواة الجلاد بالضحية. احيانا التركيز على القصص الانسانية الفردية بيخلي المشاهد ينسى السياق الاكبر للاحتلال وعدم التكافؤ الرهيب في القوة ما بين الطرفين. كمان التأثير السياسي والإعلامي لإسرائيل في الغرب بيخلي الرواية الإسرائيلية توصل بشكل أسهل وأقوى في أغلب الأحيان، وتاخد كمان تمويل أكبر لإنتاجات أكبر. لكن في المقابل الأفلام المستقلة والوثائقية لعبت دور مهم في تقديم وجهة النظر الفلسطينية وكسر الصورة النمطية اللي عند الغرب، حتى وإن كانت بتواجه صعوبات أكبر في التمويل والتوزيع. السينما العالمية هي تعتبر ساحة معركة تانية للصراع، وفي أفلام كتير بتحاول تقدم صورة أكثر تعقيدا أو إنسانية، ولكن محاولة فهم الصراع من منظور السينما العالمية بس لوحدها ده ممكن يكون مضلل. لازم نشوف الصورة كاملة من كل الزوايا. لما نحط الروايات السينمائية المختلفة دي كلها جنب بعض ونقارنها بالحقائق التاريخية الموثقة زي قرارات الأمم المتحدة أو تقارير منظمات حقوق الإنسان العالمية والفلسطينية والإسرائيلية أو كتابات المؤرخين الإسرائيليين أو العرب أو الفلسطينيين، بنلاقي فجوات كبيرة واختلافات جذرية. مثلا النكبة سنة 48 السينما الإسرائيلية بتتجاهلها تماما أو بتصورها كحرب استقلال ضد عدوان عربي، وإن العرب هم اللي سابوا بيوتهم بمزاجهم أو بتحريض من قادتهم. السينما العربية والفلسطينية طبعا بتصورها كمأساة وعملية تطهير عرقي ممنهجة، طرد قسري لمئات الآلاف من بيوتهم وأراضيهم، مصحوبة طبعا بمجازر زي مجزرة دير ياسين اللي اتجسدت في فيلم باب الشمس اللي اتكلمنا عنه من شوية. المؤرخين الإسرائيليين نفسهم وثقوا عمليات الطرد الممنهج والمجازر اللي ارتكبتها الميليشيات الصهيونية اللي هي حاليا الجيش الإسرائيلي. نكسة 67 مثلا السينما الإسرائيلية بتصورها إنها حرب دفاعية ضرورية للبقاء والاحتلال كإجراء مؤقت حتى وإن كان للأبد. السينما العربية طبعا بتشوفها هزيمة مذلة وعدوان إسرائيلي توسعي أدى لاحتلال أراضي عربية، الجولان والضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة وطبعا سينا. الحقائق التاريخية بتقول ان الحرب فعلا بدأتها اسرائيل بضربة جوية استباقية، والامم المتحدة وقتها اصدرت القرار رقم 242 اللي بيدعو لانسحاب اسرائيل من الاراضي اللي احتلتها، وهو طبعا القرار اللي اترمى في الزبالة زي بقية القرارات واسرائيل ما نفذتوش. انسحبت من سينا بعد حرب 73 ومعاهدة السلام، لكن الاحتلال فضل مستمر في بقية الاراضي، والاحتلال ده زي ما احنا عارفين اتحول لوضع دائم ومستمر مصحوب بسياسات استيطان ومصادرة اراضي وقمع ممنهج موثق دوليا. بعد كده حرب 73
العين. السينما الإسرائيلية والعالمية كمان نادرا ما بتتكلم عنها، لكن الحرب دي سابت صدمة معروفة في إسرائيل بصدمة يوم الغفران، الفشل الاستخباراتي والسياسي والخسائر البشرية الكبيرة. وده يمكن انعكس أكتر في الأفلام الوثائقية أو كخلفية لصدمات الجنود في بعض الأعمال الدرامية. مؤخرا فيلم زي جولدا إنتاج 2023 قدم رؤية غربية بتركز على شخصية جولدا مائير وقراراتها الصعبة ومعاناتها أثناء الحرب. دي نفس جولدا مائير اللي قالت في مؤتمر صحفي في لندن سنة 69 إنها صعب عليها تسامح العرب اللي أجبروها على قتل أطفالهم. والفيلم ده طبعا كان استمرار لتقديم وجهة النظر الإسرائيلية. وطبعا الفيلم مش بيظهر دوافع الجانب المصري اللي بدأ الحرب عشان يطرد الاحتلال ويسترد أرضه، لكن ظهرت أصوات لبعض الجنود باللهجة المصرية وهم بيقولوا جمل زي دي: الصهاينة كلهم ماتوا، احنا مسيطرين سيطرة كاملة على المنطقة. وده طبعا عشان يهمش الطرف المصري أو العربي ويظهروا بس بشكل عدواني وعنصري ضد اليهود. بالنسبة مثلا لموضوع المقاومة الفلسطينية والأسرى، فالسينما الإسرائيلية وأغلب السينما العالمية بتصور المقاومين الفلسطينيين إنهم إرهاب غير مبرر ضد المدنيين، ونادرا طبعا ما بتتكلم عن معاناة الأسرى وظروف اعتقالهم، لأن هم بيشوفوا إن دي مش انتهاكات، ده دفاع مبرر ضد الإرهاب. السينما العربية والفلسطينية بتصور المقاومة كحق مشروع لشعب تحت الاحتلال بأشكالها المختلفة، سواء شعبية أو سياسية أو حتى مسلحة، كرد فعل طبيعي على عنف الاحتلال. ولكن برضو أحيانا التصور ده بيبقى على استحياء شوية لأن التمويل بيبقى أجنبي. ده غير إن باستمرار طبعا كان بيبقى فيه ذكر لقضية الأسرى الفلسطينيين وتوثيق لمعاناتهم وصمودهم والانتهاكات اللي بيتعرضوا لها في السجون الإسرائيلية. بالنسبة للحقيقة التاريخية، فالقانون الدولي بيعترف بحق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في مقاومة الاحتلال، لكنه بيضع قيود على استهداف المدنيين، وده المفروض بيتطبق على الطرفين. ده غير إن منظمات حقوق الإنسان بتوثق باستمرار الانتهاكات الممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. أما مثلا بالنسبة لموضوع السلام والتطبيع، فالسينما الإسرائيلية أحيانا بتصور دعوات السلام، لكن غالبا من منظور إسرائيلي بيشوف دايما إن المشكلة في رفض الطرف الآخر للسلام وتطرفه. السينما العربية بتعرض عمليات السلام والتطبيع بكتير من الشك، وبتشوفها في الغالب كخيانة للقضية الفلسطينية أو كسلام غير عادل بيخدم إسرائيل بس مش بيرجع الحقوق لأصحابها. بالنسبة للحقيقة التاريخية، عمليات السلام زي أوسلو مثلا اتعثرت لأسباب كتير، منها استمرار الاستيطان الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني، وإن مفيش إرادة سياسية حقيقية عند الطرفين، وخصوصا اليمين الإسرائيلي اللي منه أشكال زي دي، اللي طبعا مش عايز يوصل لمرحلة حل الدولتين على حدود 67. كل طرف بيستخدم السينما بأسلوبه عشان يبني روايته الخاصة ويبرز معاناته وبطولاته. السينما الإسرائيلية نجحت لفترة طويلة في تسويق روايتها عالميا بفضل الدعم المالي والسياسي، لكن السينما الفلسطينية والعربية مؤخرا ابتدت تلاقي صدى أكبر، خصوصا مع انتشار السوشيال ميديا وسهولة الوصول للمعلومات. لكن الحقائق التاريخية دايما بتكون معقدة أكتر من أي رواية سينمائية، وفيها مسؤوليات وأخطاء على كل الأطراف، لكن في فرق كبير جدا ما بين قوة احتلال وشعب واقع تحت الاحتلال. الأحداث المأساوية اللي بدأت في أكتوبر 23 والعدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة لحد وقت تصوير الحلقة دي لسه تداعياته مستمرة وبتتحول من سيء لأسوأ. وبحكم حداثة الأحداث وضخامتها وصعوبة الأوضاع على الأرض، لسه يمكن بدري قوي نتكلم عن أفلام روائية أو مسلسلات تعرض الأحداث دي بشكل مباشر وعميق. الإنتاج السينمائي الطويل بيحتاج وقت وموارد واستقرار، وده كله طبعا مش متوفر في قلب الكارثة والمجاعة اللي بتحصل في غزة. لكن اللي شفناه هو انتشار كبير للمحتوى المرئي القصير على السوشيال ميديا، وخصوصا من الجانب الفلسطيني. صحفيين ومصورين ومواطنين عاديين من غزة كتير منهم دفعوا حياتهم ثمن لنقل الحقيقة، وثقوا لحظة بلحظة حجم الدمار والمجازر والمعاناة الإنسانية وقصص النزوح والمجاعة والصمود بشكل كسر احتكار الرواية الإعلامية التقليدية اللي بتتصدر من سنين ووصل للعالم بدون فلترة. وطبعا على الجانب الآخر شفنا برضو استخدام مكثف للبروباغندا الإسرائيلية على السوشيال ميديا لتبرير العدوان وتصويره كدفاع عن النفس. وطبعا متوقع ان الأحداث دي هيبقى ليها صدى كبير في السينما وفي التلفزيون على المدى القريب والبعيد. في النهاية، وبعد ما اتكلمنا عن دور السينما في تجسيد الصراع العربي الإسرائيلي، ما ينفعش نتعامل معها كأداة محايدة أو مجرد فن للتسلية. السينما كانت وما زالت ساحة معركة حقيقية للروايات، سلاح قوي في إيد اللي معاه التمويل والنفوذ لتشكيل الوعي وتبرير السياسات. في المقابل هي برضه ممكن تكون سلاح للمقاومة وصوت للحق ووسيلة للحفاظ على الذاكرة والهوية في وش كل محاولات الطمس والنسيان. السينما اللي بتمول
تمولها وتدعمها دولة الاحتلال ومؤيديها في العالم غالبا ما بتسعى لتقديم رواية بتجمل وجه الاحتلال، تصنع أبطال وهميين من جنودها وتشيطن الضحية وتصورها كإرهابي يستحق اللي يجراله. السينما بتحاول تغطي على جريمة تاريخية من أول النكبة سنة 48 لحد دلوقتي. أما السينما الفلسطينية اللي بتخرج من رحم المعاناة وبإمكانيات بسيطة غالبا، فهي بتكون شايلة مهمة كبيرة وصعبة، إنها تحكي قصة شعب اتسرقت أرضه وبيته وحياته، شعب بيقاوم كل يوم عشان يثبت وجوده ويطالب بحقوقه المشروعة في الحرية والعودة وتقرير المصير. السينما بتوثق معاناة الأسرى وصمودهم في وجه السجان، وبتقدم للعالم وجه إنساني للفلسطيني اللي بتحاول دعاية الاحتلال تجريده من إنسانيته. السينما مش هتنهي الاحتلال، لكنها تقدر تفضحه وتقدر تحافظ على القضية حية في وجدان الشعوب لسنين وسنين كتير، وتقدر تلهم الأجيال الجديدة عشان تكمل الطريق. المعركة على الرواية يمكن ما تقلش أهمية عن المعركة على الأرض، والسينما واحدة من أهم الأسلحة في المعركة دي، عشان نضمن إن صوت فلسطين يفضل موجود وحلم الحرية والعودة ما يموتش أبداً.